انا شخص ما بيحبش التحكم او الكنترول في الناس اللي حواليه، وبيحب المشاورة وان الامور تبقى ماشية كده بتعاون. ولكن في مواقف معينة او حاجات في حياتي اضطرتني ان انا اكون شخص قائد، او في مكان فيه قيادة، وان انا اكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات. طيب، ازاي تكون قائد؟ ده عنوان حلقتنا النهاردة. علشان تكون قائد، الفكرة مش في الصوت العالي ولا في الكنترول ولا في ان انت يكون الناس اللي حواليك بيخافوا منك. الموضوع مش كده خالص. الموضوع محتاج ان انت تبقى فاهم انه القيادة الحقيقية هي ان الناس بتبقى مبسوطة اصلا وهي بتسمع كلامك، بتبقى حابة انها تسمع كلامك، بتبقى حابة انها تسمع رأيك وتاخد بيه. علشان أكون شخص ذو قدرة على التأثير في الآخرين وملهم ليهم لدرجة إنه هما بقوا بيعتبروني الليدر بتاعهم أو القائد بتاعهم، وبقوا بياخدوا رأيي في حاجات، أو إنه بيبقى ما عندهمش مشكلة إن هما بيسمعوا الكلام او بيسمعوا اقتراحاتي، ولكن بمحبة، وهم حابين ده وهم مش كارهين ده. ناس كتير قوي بتبقى شغالة في شركات، شغالة في مصالح حكومية او غير حكومية، بيبقوا كارهين شخصية المدير، كارهين الشخصية اللي بتتحكم، كارهين الشخصية اللي مش مهتمة هم حابين ايه كارهين ايه، مش مهتمة باحتياجاتهم، كل همه هو الروتين والبيروقراطية بس تمشي وتمام، لكن اي حاجة تانية مش مهم. وطبعا الناس دي يبقى من جواهم احساسهم ناحية الشخصية اللي هي المفروض قائد في المكان ده: لا، انا مش حابك كقائد، ومش حابب اصلا ان انا اسمع كلامك، ولو سمعته انا مجبر. انت لو انت في مكان انت في مسؤول، سواء كنت مدير، سواء كنت الاكبر سنا مثلا في اخواتك، سواء كنت رب اسره، سواء كنت شخص ذو حكمه فالناس كلها دايما بتكلمك عشان تاخد رايك في حاجات، ففي صفات معينه انت محتاج تكتسبها مع الوقت علشان خاطر توصل للمرحله اللي الناس فعلا بتاخد رايك وبتعتبرك قائد ليهم من غير ما يكونوا متضايقين منك. الصفات دي صفات داخليه جواك الاول. لو انت شخص اصلا مش قائد على نفسه ومش قائد على افكاره، شخص دماغك بتسوحك، الافكار السلبية بتجيبك وتوديك، بتيأس بسرعة، هتبقى قائد ازاي؟ علشان اكون قائد للناس اللي حواليا انا محتاج اكون اصلا قائد على نفسي، حد بيعرف يتحكم في افكاره، حد بيعرف يرسم لنفسه طريق، حد بيعرف يحدد لنفسه اهداف، بيحط قدامه هدف وبيفضل ماشي وراه مهما يحصل، بيفضل مكمل. علشان ايه؟ علشان خاطر لما تبقى قائد في المكان اللي انت فيه هتبقى محتاج ناس تكون مؤمنة بأفكارك عشان خاطر تكمل وراك. طب انت مش مؤمن بنفسك اصلا، هيسمعوا كلامك ازاي؟ هيصدقوك اصلا ازاي؟ يبقى اذا انا لازم اكون شخص بيعرف اصلا يعمل كنترول على نفسه، وبيعرف ان هو يتعامل مع افكاره، وبيعرف ان هو يكون قائد على نفسه، هو اصلا مؤمن بنفسه. تاني حاجة، الشخص القائد بيعرف يسمع لنفسه كويس، لانه لو ما بيعرفش يسمع لنفسه كويس ويسمع لافكارها مش هيعرف يسمع للناس. انت اصلا في المكان اللي انت فيه كقائد، سواء كانت المنصب القيادة اللي انت فيه هو معنوي او حقيقي، فانت محتاج تكون عندك صفات معينة، منها الاستماع الجيد للناس اللي حواليك، وان يكون عندك ذكاء عاطفي. طب انت اصلا شخص مش بيعرف يسمع لنفسه، يعني لما انت بيبقى عندك مشكلة بتتجاهلها، تكبر دماغك، مش بتركز معاها. فطبعا لو انت شفت حد جاي يشتكي لك من مشكلة من بره، هتعامله بنفس الطريقة اللي انت بتعامل بيها نفسك: يا عم كبر دماغك، انت مكبر الموضوع قوي، الموضوع مش مستاهل، انت مكبر الموضوع، وهكذا. فانت لو شخص
انت نفسك مش بتعرف تستمع لنفسك كويس ومش بتقدر مشاعرك، مش هتعرف تستمع للناس اللي عندها مشاكل، مش هتعرف توجههم صح. لو انا شخص مش مؤمن بنفسي، هعرف اشجع الناس اللي حواليا ان هم يؤمنوا بنفسهم؟ هعرف اشجع ناس حواليا حاسين ان هم خايفين اقدر ان انا اطمنهم؟ فاذا اللي مش هقدر اديه لنفسي ومش هعرف اعمله مع نفسي، انا مش هعرف اديه للناس. يبقى صفات القائد الناجح ان هو يكون شخص مستمع جيد، ان هو يكون شخص عنده ايمان بالاهداف، وشخص بيعرف يقنع الناس اللي حواليه ويعرف يتحاور معاهم وعنده ذكاء عاطفي. انا علشان خاطر اكون شخص بيعرف يقنع الناس ويعرف ان هو يحفزهم وبيعرف ان هو يلهمهم كده بالافكار بتاعته ويديلهم طاقة، انت من جواك المفروض تبقى عامل ازاي مع نفسك؟ تتكلم مع نفسك ازاي؟ شايف نفسك ازاي اصلا؟ فلو انت شخص حاسس ان انت مش قادر تكون قائد في المكان اللي انت فيه، سواء بشكل حقيقي او شكل معنوي، فانت اصلا في حاجات كتير قوي جواك انت ما اشتغلتش عليها كويس. حاجات انت فكرت ان هي عادي سهلة، انا بالاجبار كده كل حاجة هتمشي، هزعق لهم شوية هيسمعوا الكلام، وبعدين الاقي مثلا ولادي بيكرهوني، الاقي صحابي ما بقوش بيقعدوا معايا زي الاول او عايزين يتكلموا معايا، الاقي الموظفين بتوعي بقوا بيكرهوني. ليه؟ علشان انا متصور ان انا عشان خاطر في مكان قيادي فهو المفروض ان انا ازعق واجبر وابقى طول الوقت حاد في التعامل. طب سؤال بقى، هل لو انا شخص طول الوقت سهل وجميل وبسيط وبيتحاور وبيسمع وبياخد بقى الناس كده بالراحة وبالهداوة ويقنعهم، هل ده كده ابقى قائد ناجح؟ الاجابة لا. القائد الناجح هو اللي بيعرف يوازن ما بين امتى يكون شخص ديمقراطي جدا وبياخد رأي كل الناس، وامتى شخص ذو قرار ما بيرجعش عنه. يعني في مرحلة معينة هي مرحلة الشورى، تمام، هاخد رأيكم كلكم وهناخد القرار سوا وهسمع منكم كلكم، ولكن في وقت تنفيذ القرارات فخلاص بقى انتهى كده، احنا في وقت التنفيذ مش هينفع نتراجع ومش هينفع ان احنا نبقى نرجع في كلامنا تاني، الا لو ظهر خطر كبير قوي احنا لازم ساعتها نتراجع. لكن القائد من صفاته الأساسية إن يكون متوازن ما بين اللين والحكمة والحزم. لازم يكون عنده حزم، والحزم ده يكون لصالح الجميع. يعني أنا لما هاخد قرار دلوقتي بناء على دراسات كتيرة وإن أنا قعدت معاكم وعرفت كل احتياجاتكم وكذا وكذا وكذا، فالقرار اللي أنا هاخده دلوقتي بعد ما انتوا وافقتوا عليه لازم هنكمله للآخر، بدأنا طريق هنكمله للآخر، مش هينفع تراجع بقى، تمام؟ فالتوازن ما بين الحزم واللين والحكمة والرحمة مهم قوي للقائد الناجح.